السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الواحدة نقدمها لكم من قناة بين سبورتس الإخبارية في قطر. مرحبا إسراء. أهلا بك نزار، أهلا بكم مشاهدينا. نبدأ هذه. يبدو أن برشلونة يستعد لضم كوتينيو بعد تأكيد شركة التجهيزات الرياضية نايكي قدوم نجم ليفربول على موقعها الإلكتروني قبل الإعلان عن الخبر بشكل رسمي. مشجعو ليفربول أصيبوا بالدهشة عندما سربت شركة الرعاية لنادي برشلونة الخبر على متجرها الإلكتروني قائلة في سياق الترويج لزي الفريق كوتينيو يستعد لإشعال ملعب الكامب نو. احصلوا على زي الفريق برشلونة لموسم 2017-2018 مع كتابة اسم الساحر على القميص، وقد قامت نايكي بعد ذلك بحذف المنشور ولم يتم التأكد فيما بعد إذا كان الخبر تسريبا قام. في عصر باتت فيه كرة القدم واحدة من أكثر الصناعات رواجا، أصبح لنوعية الصفقات وقيمتها تأثير لا يخفى على عودة فرق إلى مكانتها وابتعاد أخرى عن مشهد البطولة. ولم تخرج صفقات الليغا خلال عام 2017 عن تلك القاعدة. عرف برشلونة الطعمين الحلو والمر للصفقات، حيث نجح رهان الفريق الكتالوني ضد التيار بالتعاقد مع البرازيلي باولينيو، فأصبح لاعب الوسط الذي كان ينظر إليه على أنه منسي في الصين أحد الأسباب الرئيسية في تصدر البلاوغرانا لموسم يبدو قريبا من نيل لقبه مبكرا. في المقابل ضربت الإصابة سريعا الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي حل بديلا للبرازيلي نيمار، وإن كانت الجماهير الكتالونية لا تزال بانتظار من تعتقد بأنه البديل الأمثل للأخير. على خطى باولينيو سار الظهير البرتغالي نيلسون سيميدو الذي بدأ البعض يرى فيه خليفة شرعية للمتألق في الماضي داني ألفيس، بينما لا يزال ديلوفيو متعثرا في ثانية مغامراته مع الفريق. قلعة الميرينجي خالفت شريعتها التاريخية وسعت لضم أسماء قليلة إسبانية وشابة، وحافظت على هيكل الفريق الذي صنع المعجزة وحافظ على لقب دوري الأبطال. المستفيد الأكبر من سوق الانتقالات هذا العام في الليغا قد يكون فالنسيا. فريق الخفافيش بعد سنوات من التخبط في عتبة الظلام يبدو في طريقه للعودة إلى مكانته كأحد قوى الليغا، والحل كان نظام الإعارة. في يناير استخدم المهاجم الإيطالي سيموني زازا، ومع نجاحه ضمه نهائيا في الصيف عندما استخدم كمعارين ثلاثي الوسط المكون من الفرنسي جوفري كوندوغبيا والبرازيلي أندرياس بيريرا والبرتغالي الموهوب غويديش. وبسبب حرمانه من التعاقدات صيفا بعقوبة من الفيفا تأجل انضمام صفقات أتلتيكو مدريد إلى مطلع العام الجديد بقدوم دييغو كوستا وفيتونو. وبعد أن أصبح سوق التعاقدات الجديد على الأعتاب يترقب كل متابع الليغا مدى براعة فرقها في إبرام صفقات جديدة علها تعيد التنافسية على لقب يبدو محسوما لكتالونيا. 177 مليون فاصل 4 دفعها البارسا في الميركاتو الأخير مع سيميدو مع سانتوس مع ديمبلي مع كذلك باولينيو وديولوفيو. لم يكن محظوظ مع ديمبلي بسبب الإصابة، لكن كان محظوظ مع باولينيو لأنه لم يكن أحد يتوقع أن يأتي باولينيو من الدوري الصيني ويعود ويتألق في أوروبا. متفق معك تماما ان اللاعبين الكبار اللي بيذهبوا للدوري الصيني المفترض بيكتبوا نهاية مسيرتهم الكروية مهما كان عمرهم. الوضع مختلف مع باولينيو يمكن عاد إلى برشلونة ليعود للتألق من جديد ويعيد اكتشاف نفسه بشكل كبير جدا. يعني لم يكن يتوقع أكثر المتفائلين ان اللاعب يقدم هذا المستوى الرائع مع برشلونة في الموسم الحالي، وبالتالي هي صفقة رابحة بكل المقاييس وليست بالمبالغ الكبيرة. يعني 40 مليون بنتحدث في رقم ليس كبيرا في سوق التعاقدات خلال العام 2017، وبالتالي هي صفقة رابحة بكل المقاييس بالنسبة لبرشلونة. على العكس مثلا بالنسبة لريال مدريد، يعني ريال مدريد استغنى عن لاعبين يفترض انهم من النجوم الكبار في الفريق. لما نتكلم على الفارو موراتا يتم تركه الى
الى تشيلسي. ايضا خميس رودريجيز لاعب المفترض انه يكون اداؤه افضل من ذلك وعنده فرص اكثر من ذلك مع ريال مدريد. في الوضع اللي ريال مدريد صبر فيه كثيرا على جاريث بيل، لم يحدث هذا الامر من جانب زيدان مع خميس رودريجيز، وبالتالي النادي يمكن فلسفه زيدان في انه يصعد مجموعه من اللاعبين الصغار ويعتمد على المواهب الشابه هي السبب الرئيسي في ان ريال مدريد لم يبرم خلال الميركاتو الصيفي صفقات من العيار الثقيل. وايضا ولكن الوضع اتغير الان مع الخساره الاخيره امام برشلونه والوضع الحالي اللي بيمر به الفريق في الليجا. هناك الكثير من الكلام على ان ريال مدريد سيدعم صفوفه بصفقات كبيره. سنذهب الى الدوري الاخير اليوم. البدايه من موضوع هذا الاسبوع، حيث اخترنا مقالا من موقع بين سبورتس الالكتروني بعنوان ليفربول يحسم صفقه فان دايك. كاتب المقال يقول: ايام قليله تفصلنا عن بدايه سوق الانتقالات الشتويه في البطولات الاوروبيه الخمسه الكبرى، ومع اقترابها يكثر الحديث عن تحركات الانديه لتدعيم صفوفها او ترميمها من اجل انهاء الموسم بالطريقه المثلى. ويضيف كاتب المقال ان ليفربول توصل الى اتفاق مع نادي ساوثهامبتون يقضي بانتقال المدافع الهولندي المميز فيرجيل فان دايك الى صفوف الريدز، فيما تتحضر بقيه الانديه لعقد صفقات كبيره. شاركونا آراءكم من خلال تويتر على الهاشتاج BNTalk. وبالإشارة إلى الهاشتاج الذي طرحناه عليكم مشاهدينا في الحلقة السابقة للتعبير عن آرائكم حول موضوع هدف برشلونة غير المحتسب يثير الجدل مجددا حول التحكيم في إسبانيا مقارنة بالدوري الألماني عبر استخدام الهاشتاج BNTalk. اخترنا بعضا من مشاركاتكم لنعرضها في هذه الحلقة، حيث قال حاتم عويشاوي: إذا قارنا التحكيم في إسبانيا مع ألمانيا نجد فارقا كبيرا، فالتحكيم الإسباني لا يليق بمستوى الدوري الإسباني، ولا أعلم لماذا لم يدخلوا تقنية الفيديو إلى الآن. بدوره فلاح سيد خلف اكتفى بالتعليق: الألماني أفضل. يوسف أبو عمر قال: هناك جدل كثير حول التحكيم في الدوري الإسباني مما يفقده المتعة، وهي أخطاء واضحة ومتكررة ولا تنحاز لفريق عن آخر يجب حلها سريعا. من صفحة يورزون على موقع بين سبورتس اخترنا مقالا بقلم محمد إبراهيم من مصر بعنوان: هاري كين بداية توهج أم سنة استثنائية. يقول كاتب المقال إن مهاجم توتنهام الرائع هاري كين واصل تألقه وتوهجه ونجح في تسجيل الهاتريك الثاني له على التوالي في شباك ساوثهامبتون ليضرب مجموعة من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي وتربع على قمة هداف العالم في 2017. ويبقى السؤال الأهم، وهو كيف يحافظ كين على ما وصل إليه وهو يكمل المسيرة على نفس المنوال. بإمكانكم مشاهدينا التسجيل في يورزون على موقعنا beansports.net ومشاركتنا مقالاتكم وآراءكم، حيث سيتم نشرها بعد مراجعتها. أثارت الصورة التي نشرها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفقة عائلته بمناسبة أعياد الميلاد ضجة كبيرة، إذ ظهر في خلفية الصورة قميص برشلونة برقم 25 واسم سانتا في إشارة لعدد أهداف ميسي في شباك ريال مدريد، طريقة اعتبرها الكثيرون استفزازا للاحتفال بأعياد الميلاد، فيما أبدى أكثر من 5 ملايين متابع في اليوم الأول على نشرها أبدوا إعجابهم. نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو نشر على حسابه الخاص في انستغرام صورة تجمعه بالعائلة بمناسبة أعياد الميلاد. صورة رونالدو العائلية نالت أكثر من 5 ملايين مشاهدة وإعجاب. وهنأ نجم باريس سان جيرمان نيمار محبيه بصورة نشرها على حسابه الخاص في انستغرام. صورة النجم البرازيلي التي يظهر فيها إلى جانب شجرة عيد الميلاد نالت نحو 5 ملايين مشاهدة وإعجاب. النجم الإنجليزي وين روني فضل أن تكون بطاقة المعايدة التي نشرها على حسابه الخاص بمناسبة الأعياد مرتبطة بعمل خيري. نجم إيفرتون نشر صورة من زيارته إلى مستشفى ألدرهاي للأطفال مع طفله كاي، كتب إلى جانبها: مع مساعدي الصغير في مستشفى ألدرهاي، صورة نالت نحو 200,000 إعجاب.
بدوره نجم المنتخب السويدي ومانشستر يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش أحب التواصل مع محبيه من خلال العمل الإنساني، إذ نشر صورة له برفقة زميله في الفريق بوجبا على حسابه الخاص في انستغرام أثناء زيارتهما لأحد مستشفيات الأطفال في مانشستر. زلاتان كتب إلى جانب الصورة: هناك أشياء في العالم أهم من كرة القدم ومنافساتها، هي